إنها كانت بتنتج في السنة أكتر من 80 ألف ميزانة سنويا، حصل على أكتر من 33 براءة اختراع. لاحظ ساديوس إن في تحدي كبير بيواجه صناعة الوزن، هو جهاز بيستخدم لقياس الأوزان التقيلة بطريقة دقيقة. علم الموازين تاريخ كبير، وهو فرع من فروع القياس، وبيركز على قياس الوزن والكتلة، وبيمتد تاريخه لآلاف السنين. ومع الوقت اتطورت تقنيات وأدوات القياس بشكل رهيب، لكن كان في شخص واحد بقى هو كان السبب في تغيير علم الموازين، والشخص ده هو العالم الكبير اللي بعلمه قدر يغير علم الموازين عبر التاريخ، وهو العالم ساديوس فيربانكس. بس قبل ما نعرف قصته وازاي هو طور علم الموازين، لازم نعرف الموازين أصلا بدأت ازاي. فتعال نرجع بالزمن شوية لورا كده عشان نعرف علم الموازين بدأ ازاي. تاريخ الميزان في العصور القديمة بيعكس تطور ملحوظ في أساليب القياس، لأن البشر استخدموا الموازين في أغراض متعددة تتعلق بالتجارة والعدل. أول ميزان كان ظهر هو الميزان ذو الكفتين، والميزان ده كانوا بيستخدموه في مصر القديمة وبلاد الرافدين، ويعود تاريخه كده لأكتر من 5000 سنة قبل الميلاد، وبتكون من عرضة معلقة في النص مع كفتين الاتنين قد بعض. بعدها جه الرومان وعملوا الميزان الأباني، والميزان ده بيتكون من ذراع طويل ودراع قصير، وكان استخدامه الأساسي لقياس الأوزان تقيلة بطريقة دقيقة. ثالث حاجة وهو الميزان الزنبرك، وده اتطور في القرن ال18 على ايد ريتشارد سلاتر، لانه كان بيعتمد على قياس الاوزان بتأثير الجاذبية وفقا لقانون هوك، والاسلوب ده خلاه اكثر دقة من الانواع السابقة. رابع حاجة وهي الموازين البيزنطية، وده كمان كانوا بيستخدموه في العصور القديمة، وشملت انواع مختلفة من الموازين اللي كانوا بيستخدموها لاغراض تجارية وحياتية. في الحضارة الفرعونية القديمة كان الميزان له دور رمزي وروحي، لانهم كانوا بيستخدموه في تحديد مسار الارواح بعد الموت، مش عارف ازاي، وده يدل وقتها على اهميه الميزان للعدل والمساواه. في الحضاره الهنديه لقوا اثر لموازين تعود لسنه 2000 قبل الميلاد قريبه بنهر السن. وفي الصين القديمه اكتشفوا ميزان خشبي مع كتله برونزيه في قبر بيعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وده بيدل ان هم كانوا بيستخدموا الموازين في الفتره دي. مع تطور التجاره اصبح الميزان اكتر حاجه لتقييم السلع زي المحاصيل والقش والذهب، ودي يعتبر اشهر الموازين اللي كانوا بيستخدموها في العصور القديمه. نرجع بقى لموضوعنا، وهو دور العالم ساديوس فيربانكس وايه هي قصته في تغيير علم الموازين. ودلوقتي هنعرف حياة الراجل اللي ساهم في تغيير صناعة علم الموازين. ساديوس فيربانكس هو عالم ومخترع، اتولد في أمريكا في 17 يناير 1796. اتولد في مدينة برينفيلد، وبيعتبر فيربانكس واحد من رواد الصناعة في علم الميزان. نشأ فيربانكس في عيلة بتشتغل في الزراعة، وما كان صغير اتنقل مع عيلته لمدينة سان، ووقتها بدأ يتعلم الحرف اليدوية مع أبوه، واهتم وقتها بتطوير مهاراته في الميكانيكا والهندسة، وبدأ وقتها يظهر اهتمام كبير بالميكانيكا والآلات. في بداية سنوات شبابه بدأ يشتغل في العديد من المشاريع الميكانيكية، وأظهر براعة فائقة في حل المشاكل المعقدة. وفي سنة 1823 أسس ورشة صغيرة لنفسه لصهر الحديد ويقوم بتصنيع بعض الاختراعات زي المحاريس والموائد. سنة 1830 لاحظ ساديوس ان في تحدي كبير بيواجه صناعه الوزن. الموازين التقليديه وقتها كانت مش دقيقه وتفتقر الى الاستقرار، لحد ما جه ساديوس بفكره ابهرت العالم. قام وقتها ساديوس بتطوير اول ميزان منصه، وهو جهاز بيستخدم لقياس الاوزان الثقيله بطريقه دقيقه. في وقتها الطرق التقليديه لقياس الاوزان كانت وقتها بتعتمد على استخدام الميزان المتوازن او الميزان الروماني، ودول كانوا بطاء وصعاب جدا. وقتها ادرك انه عايز نظام اكثر فاعليه، وقتها صمم ميزان يقدر اي جرار يشيله معاه بسهوله. استخدم وقتها ساديوس معرفته الميكانيكيه لتطوير الميزان، وده كان سبب في وجود موازين دقيقه ومستقره. وفي سنه 1831 حصل على براءه اختراع للميزان ده، وده مهد له الطريق انه يأسس شركه خاصه بيه، شركه فيربانكس، واخوه كان اسمه إيراستوس. في سنه 1835 الشركه اتفتحت وأصبحت رائدة في صناعة الموازين في العالم. موازير فيربانكس استخدمت في جميع أنحاء العالم من المصانع للأسواق، ويكون سبب في تغيير طريقة الوزن بشكل جذري. وسرعان ما أصبح ميزانه مشهور وبقى يستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، كان من ضمن ذلك السكك الحديدية والمزارع والأسواق. وحقيقي فيربانكس ما كانش مجرد مخترع ولا رجل أعمال، لأنه كان أيضا عنده نشاط اجتماعي، لأنه أسس أكاديمية في مدينة سن، وساهم في كتير من المشاريع الخيرية اللي بتهدف لتحسين التعليم والمجتمع. وخلال حياته المهنية حصل على أكثر من 33 براءة اختراع تتعلق بالميزانات والآلات
واتطورت شركته لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة للميزان في العالم، لأنها كانت بتنتج في السنة أكثر من 80 ألف ميزانة سنويا. لعبة اختراعات ساديوس دور كبير في الثورة الصناعية الأمريكية، كانت ميزانيته بتستخدم بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، وده ساهم في تحسين دقة القياسات التجارية والصناعية. واستمرت شركته في الابتكار والتوسع حتى أصبحت واحدة من رواد صناعة الميزان في العالم، وأصبح ساديوس رمز الابتكار والإبداع في العالم الميكانيكي. إرسطو بيستمر لحد النهاردة لأنه بتظل موازين فيربانكس مثال للدقة والموثوقية. وبعد مسيرة من الإنجازات والاختراعات وسبب في تغيير علم الموازين في العالم، توفى العالم فيربانكس في 12 إبريل سنة 1886 عن عمر يناهز 90 سنة، لأن حقيقي فيربانكس ساهم بشكل كبير في تحسين العمليات التجارية والصناعية، وده خلاه شخصية بارزة في تاريخ الهندسة الأمريكية. في نهاية الفيديو، الفكرة دي أصلا مش فكرتي، ده فكرة دكتور عندي في الجامعة هو اللي طلب مني الموضوع ده. الدكتور ده حقيقي بيبذل مجهود معانا رهيب عشان يوصل لنا المعلومة، ويستحق الشكر على كل حاجة. وأنا عملت الفيديو ده مخصوص لأنه طلبه مني، هو الدكتور الكبير الدكتور هاني. أحب أقول له أنا عملت الفيديو مخصوص لحضرتك زي ما أنت طلبت، ويا ريت تكون القصة عجبتكم وأكون قدرت أفيدكم بأي معلومة. في نهاية الفيديو متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبس كده، وافتكر دايما إنك تستحق الأفضل.